محتاج دكتور نفساني لكل مشجع أبيض. السلام عليكم. من امبارح من بعد ما الأهلي كسب المقاولين 4 وفي شوية صياح كده من إخواتنا الزملكاوية مخلينا مش عارفين ننام. أصل المقاولين ده فريق ضعيف، ده بينافس على الهبوط يا عم. طب لما هو بينافس على الهبوط ما كسبتوش ليه؟ اداك 2 على عينك ليه؟ عماد النحاس نازل فتح خطوطه قدام الأهلي، يعني عماد النحاس قاصد إن هو يتغلب عشان فريقه ينزل درجة تانية. لا برافو، والله برافو، يخرب بيت العقلية. ما هو طبيعي ان هو في اخر 3 ماتشات ليه محتاج يكسبهم كلهم عشان يقعد في الدوري، فطبيعي ان هو هينزل بقى يهاجم وزي ما تيجي. بس جت على دماغه، هنعمل ايه؟ المقاولين خلاص نزل. انت بقى ما عرفتش تكسبه ليه؟ ولا هو اي بطولة الاهلي ياخدها تبقى بطولة ضعيفة؟ اي فريق الاهلي يكسبه يبقى فريق ضعيف، وفي نفس الوقت انت ما بتعرفش تكسبه وما بتعرفش تاخد البطولة دي وما بتعرفش تشارك فيها اصلا، يبقى بتصيح ليه؟ وطالع النهارده بتصيح على كلام الاستاذ جمال علام. طب يا عم كل الاحترام لاستاذ جمال علام، بس هو مين اللي بيأجل الماتشات؟ استاذ جمال علام ده رئيس اتحاد الكوره. اللي بيأجل الماتشات يا اللي فاهم انت وهو لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية. اتحاد الكوره ملوش في ان هو يأجل او ما يأجلش. طب تعالى بقى كده، الاهلي تأجله ماتشات ليه؟ لعب الدوري الافريقي، صح؟ صح. كان ماتش وما بين الماتش التاني اسبوع، واللائحة بتقول إن لو هتلعب ماتش في بطولة قارية على أرضك تلعب بعدها ب3 أيام ماتش محلي، ولو خارج أرضك يبقى 4 أيام. طب لما هو هيلعب في أسبوع هيعمل إيه؟ فطبيعي يتأجل. لعب كأس عالم أندية، واللي بالمناسبة كان آخر ماتش لعبه كان يوم 22، ويوم 25 كان ماتش السوبر مع سيراميكا، كان المفروض يتأجل يوم، ده على حسب اللائحة، وما تأجلش. ما عيطناش ولعبنا وكسبنا السوبر. انت بقى طالع بتعيط ليه؟ لو حد بتجامل هيبقى انت اللي اتجاملت. لما بعد افريقيا ب4 ايام لعبنا شباب بلوزداد في الجزائر، الماتش اللي كان متأجل علشان كنا في كاس العالم للأندية، وانت في نفس الوقت تأجل لك ماتش فاركو بدون سبب، بدون لازمة. يبقى مين اللي بتأجل؟ مين اللي بتجامل؟ مين اللي بتأجل له ماتشات مجاملة؟ حبي اه النبي، اصل الاهلي اتأجل له فأجل لي، صح؟ وبعدين ما تصحش، ما تصحش. انت في الخامس ولا في الرابع ولا انت تحت، ملناش دعوة، احنا فوق. فمش كل بطولة الاهلي هيكسبها هتطلع تقول فريق ضعيف، ومش كل فريق الاهلي هيكسبه هتقول عليه ضعيف. الضعيف ده انت ما بتعرفش تكسبه عشان انتوا الاتنين ضعف زي بعض، صح؟ صح. ابعتها له بقى ولا ما تبعتهاش، هو هياخدها. سلام، وكمل صياح عشان صياحك طرب.